أيها الحضور الكريم، يسرني بهذه المناسبة أن أرحب بكم جميعا وأهنئكم بحلول السنة الهجرية الجديدة، وأشكر المنظمين على اختيار موضوع هذه الندوة الشباب والتغيير الاجتماعي من أجل تطوير بنيات عمل جديد. فعلا فهو اختيار صائب باعتبار أن الشباب هو في قلب كل خياراتنا الاستراتيجية وتوجهاتنا، بدءا من العناية المولوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي يوليها للشباب، مرورا بالبرامج الحكومية التي تضع الشباب في قلب اهتماماتنا، وانتهاء بسياسة القرب وبرامج العمل الجماعي. أيها الحضور الكريم، لقد حرص جلالة الملك على ضرورة وضع قضايا الشباب في صلب النموذج التنموي الجديد، والاهتمام المتواصل بالانشغالات الخاصة والمشروعة للشباب من خلال تعليماتنا السامية إلى النهوض بالبنيات والمبادرات الموجهة للشباب كالمجلس الأعلى للشباب. وأغتنم هذه المناسبة ونحن على أبواب عيد العرش المجيد أن أهنئ باسمكم جميعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بمناسبة الذكرى 24 لاعتلائه عرش أسلافه الميامين. حضرات السيدات والسادة، وتمشيا مع تعليمات جلالة الملك، اتخذت الحكومة المغربية عدة إجراءات في البرنامج الحكومي التي تضمن من أولويته تحفيز الاقتصاد الوطني لفائدة التشغيل وتشجيع الاستثمار من خلال صندوق محمد السادس للاستثمار، باعتباره رافعة للتنويع وتجويد وتثمين الإنتاج الوطني. ومن جهة أخرى، عملت الحكومة على مواكبة جيل جديد من المقاولين الفلاحين الشباب بفضل تعبئة 1,000,000 هكتار من أراضي الجموع قصد إنجاز مشاريع استثمارية في المجال الفلاحي، هذا بالإضافة إلى برنامج أوراش، والذي مكن من خلق ما لا يقل عن 250,000 فرصة شغل مباشر في غضون سنتين. كما قدمت الحكومة ابتداء من سنة 2022 برنامج لدعم المبادرة الفردية في شكل قروض شكل قروض تستهدف أنماطا من المشاريع لا تدخل في نطاق التمويلات الحالية الممنوحة للمقاولات الصغرى والناشئة، مع المواكبة لكل مراحل المشروع. ولا تفوتني الفرصة أن نستحضر أيضا البرامج الحكومية لدعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي. حضرات السيدات والسادة، كعمدة لمدينة الرباط، حرصت شخصيا منذ بداية ولايتي إلى الاعتناء بفئة الشباب بكل ما يتيحه لي القانون التنظيمي 113/14 المتعلق بالجماعات من اختصاصات ذاتية أو مشتركة أو منقولة، بالإضافة إلى الانتظارات المرتبطة بالخدمات الجماعية ذات الجودة كالنظافة والبنيات التحتية من طرق وإنارة جذابة ومناطق خضراء، والتي التزمنا وحرصنا على صيانة كل ما أنجز في إطار المشروع الملكي المتكامل الرباط مدينة الأنوار عاصمة المغرب الثقافية. وإذا كانت المنظومة التربوية من اختصاص الجهات المركزية، فإننا كفاعلين ترابيين منفتحين على جميع المبادرات التي من شأنها توفير الظروف الملائمة لتعليم الشباب وإدماجه في المجتمع. ولي شرف كبير أن أسير جامعة الرباط، هذه المدينة التي تحظى بخصوصية كونها عاصمة العلم والثقافة باعتبارها القلب النابض للحياة الثقافية بالمملكة المغربية، إذ تتوفر على أكبر الجامعات والمدارس العليا والمعاهد العليا والعمومية والخصوصية، وتستقطب عددا كبيرا من الطلبة والباحثين من مختلف ربوع المملكة ومن بلدان القارة الإفريقية، كما تستقطب مدارس أجنبية يدرس بها إلى جانب المغاربة أبناء مختلف البعثات الدبلوماسية الممثلة بالمغرب. هذه المعطيات جعلت جامعة الرباط تقدم خدمات ذات جودة عالية لهؤلاء الشباب، سواء من حيث تنقلهم بتوفير وسائل نقل مريحة ومستجيبة لمعايير دولية، أو من حيث الاعتناء بالمناطق الخضراء وغيرها من الخدمات التي تهيئ الظروف الملائمة للشباب للعيش في مدينة عصرية بكل المقاييس. ومن جهة أخرى، نعمل على تشجيع البحث العلمي في مجال الابتكار، خاصة في المجالات التي تهم التدبير الجماعي والمرافق والخدمات العمومية التي تقدمها الجماعة للساكنة. كما نتواجد بالمجالس التدبيرية للمؤسسات التعليمية، بدءا من الجامعة إلى مختلف مدارس التعليم العمومي. كما حرصنا على تمكين الشباب من الولوج إلى الثقافة والفنون والرياضة والفضاءات العمومية للتعبير والإبداع من خلال اتفاقية شراكة
مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل من أجل إحداث وتجهيز وتدبير مرافق ثقافية جماعية كسينما النهضة والمعهد الثقافي أكدل ومسرح المنصور والمعهد الموسيقي وقاعة المهدي بن بركة وغيرها، ويأتي ذلك تنفيذا للبرنامج الحكومي ومختلف المتدخلين في الميدان الثقافي. وإيمانا منا بالدور الذي تلعبه الثقافة في تأطير الشباب، لم نغفل أيضا دور الرياضة، ومن أجل دعم الشباب في مجال الرياضة حرصنا على إبرام اتفاقية شراكة مع شركة الرباط للتنشيط والتنمية لإنعاش الرياضة بمختلف تراب المقاطعات ليستفيد شبابها من ملاعب القرب. ولعل برنامج عمل جماعة الرباط حافل بالعديد من المبادرات التي من شأنها خدمة الشباب وساكنة المدينة، وأبرزها رقمنة الإدارة وكل الخدمات الجماعية. أيها الحضور الكريم، إن شبابنا اليوم مدعو أكثر من أي وقت مضى إلى المشاركة بطريقة بناءة في التحولات التي يعرفها المجتمع مع التشبث بثوابت الهوية المغربية والانفتاح على القيم الكونية. ولا تفوتني المناسبة أن أدعو من خلال هذا اللقاء إلى تعبئة الشباب للانخراط في العمل السياسي، أن أبناء اليوم هم الذين يعرفون مشاكل ومتطلبات اليوم. وختاما أتقدم بجزيل الشكر إلى كل المشاركين في هذا الملتقى وإلى كل من ساهم في إنجاحه، ونتمنى أن تكلل أشغال هذا الملتقى بتوصيات لصالح الشباب وإدماجه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.